تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل فهد الحيان وهو يتحدث عن والدته المتوفية. وقال الفنان الراحل خلال الفيديو أنه كان يحرص على زيارة والدته كل يوم جمعة بعد الصلاة، مشيرا إلى أنه في أحد الأيام كان يفكر أن يذهب إليها ونسي أنها في القبر، وبدا متأثرا بوفاتها. وأضاف: يا إخوان، كل واحد يهتم بأمه وأبوه لأنه في يوم من الأيام راح تفقدوهم. تم الإعلان عن وفاة الفنان فهد الحيان بشكل مفاجئ. بدوره أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر أن الغالبية العظمى من حالات موت الفجأة سببها جلطة القلب الحادة، مشيرا إلى أن فحص أقارب المتوفي بموت الفجأة يمكن أن يكشف من عدة أسباب، يمكن أيضا معالجتها في نحو 40% من الحالات. أكد الدكتور النمر أن أغلب جلطات القلب ليست وراثية كما يعتقد البعض، مضيفا بأن العوامل المكتسبة للجلطات مثل ارتفاع الكوليسترول والتدخين والسكري والضغط والتوتر النفسي الاجتماعي وقلة الرياضة وقلة تناول الخضروات والفواكه. وأشار الدكتور النمر إلى أنه على وجه العموم بعد جلطة الدماغ لابد من الاستمرار على الإسبرين ودواء الكوليسترول باقي العمر، مضيفا: يجب ألا يهمل تناول العلاج للكوليسترول بخاصة في فئتين لدى من أصيب بجلطة سابقة في القلب أو في الدماغ ويعاني مرض الضغط، لأن ارتفاع الكوليسترول يصبح أشد تأثيرا في هاتين الفئتين. عندما تسد الجلطة أحد الأوعية الدموية في الرئة وتمنع تدفق الدم، فإذا كانت الجلطة كبيرة قد يتسبب ذلك في إغلاق نظام القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون الجلطة في مكان آخر بالجسم مثل الساق. إنها أحد المخاطر الحقيقية، حيث يمكن أن تتكون الجلطات في الطرف السفلي وتسمى تجلط الأوردة العميق، لذلك ينصح من قبل الأطباء بارتداء الجوارب الضاغطة أثناء الرحلات الجوية التي تزيد مدتها عن 4 ساعات أو التحرك أثناء الرحلة لتدفق الدم. اسأل طبيبك عن كيفية منع ذلك قبل أن تنطلق برحلتك. جدير بالذكر تشمل أعراض الانسداد الرئوي صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها وآلام الصدر والقلق وسعال الدم والدوار أو الإغماء. ولكن الانصمام الرئوي يمكن أن يحدث عند الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض سابقة، فالموت هو العرض الوحيد في حوالي ربع الحالات.